السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة بقى وصفة جديدة خالص، مش معتمدة في البيوت كلها. ده خرشوف، للي يسمع عن الخرشوف ومجربوش. هو حاجة حلوة كده وتغيير في الأكل، وكمان حاجة تحفة جدا ومفيد جدا. يلا بينا نشوف طريقة الخرشوف. وكمان عملنا معاه أكلة تانية، عملنا معاه كفتة داوود باشا على طريقتي، هتعجبكم جدا ومن غير أي تكاليف. يلا بينا. معايا هنا كيس خرشوف مجمد، يعني توفيرا للوقت والمجهود بجيبه مجمد من جيفريكس. هي شركة حلوة جدا وحاجتها تعتبر من الحاجات الطازة. بصوا بقى، بصوا يعني ده بيبقى شكله من جوه حلو جدا. بنعمل فيه ايه بقى؟ بنسيبه لما يفك، وبعدين بنحط كده ايه طاسة على النار، ونحط فيها شوية زيت صغيرين، ونبتدي ندي لون كده للخرشوف. يعني مش هنحمره قوي، هنخليه كده ايه من بره ياخد لون الذهبي كده، يعني لون حلو. تمام. بصوا بقى ايه، هنبتدي نقلبه كده، وطوا عليه ما تخلوهوش يعني على نار عالية، لان هو ممكن يتلسع منكم بسرعة. فهنوطي عليه، وبرضو ايه نبقى يعني معاه كده مش ننساه عشان ما يتلسعش. هنا بقى معايا 2 كيلو من المفروم اهو. بصوا الطبق كيلو. هنبتدي بقى نجيب ايه بولة ازاز او بلاستيك اللي موجود عندك. هنفضي كده الطبقين. طبعا دي يا جماعة لحمة بلدي من عند الجزار، قاطعها قدامي وفارمها قدامي. بصوا بقى هنا ابتدى ايه ياخد لون كده، انا مش عايزة اكتر من كده، يعني ده اللون اللي انا عايزاه. بتقلبيه كده بالراحة بالشوكة اهو. اهو بصوا بالمنظر ده. بعد بقى ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه، هنكون هنا فرمنا بصل. طبعا البصل ده يا جماعة لحاجتين: للكفتة. هنفرم بقى ايه البصل بعد ما فرمنا البصل، قصدي هناخد بقى ايه كده، هنعصر البصل كويس وناخد كده ايه قد معلقتين 3 للمفروم اللي احنا هنعصجه للخرشوف. خدنا كده ايه شوية بصل حلوين، وحطينا عليهم برضو كمية الزيت يعني اللي يحتاجها البصل، كمية مش كبيرة. ناخد بقى هنا قطعة كده حلوة، يعني تيجي اقل من ربع كيلو. بصوا هنخلي بقى القطعة دي هنحشي بيها الخرشوف. الخرشوف ده ما بتحشيش حاجة غير مفروم لحمة يعني اهو. بصوا بقى دي بقية الكمية بتاعتي. هناخد بقى نعصر بقية البصل ونحط على اللحمة كده. طبعا مش هنحط البصل على اللحمة بميته. المعتاد ان انا بعمل كمية بصل كبيرة عشان الاوردرات، فبقى بفرم بصل كتير. لما يكون عندي اوردر مثلا كبير بفرم كمية بصل توفيرا للوقت في الاول خالص، وبفرم بقى بصل واخد منه، يعني كل ما عاوز لي حاجة اخد شوية بصل واعمل الطلب بتاعي. هنا بقى ايه بعد البصلة برضو ما ايه ما دبلت كده في الزيت، عايز تعملي بزيت ده مفيش مشكلة، بس انا بعمل بزيت، ده زيت نضيف يعني زيت عباد. بعد ما البصل اخدت لون فاتح جدا، حطيت بقى ايه اللحمة، كمية اللحمة اللي احنا حشناها من بقية المفروم، وقلبناه كده كويس. وبعد اللحمة ما غيرت لونها ما نحطش اي توابل ولا اي ملح غير لما اللحمة تغير لونها. بعد اللحمة ما غيرت لونها نزلنا بقى ايه بشوية بهارات وجوز الطيب وملح وفلفل اسود. بعد بقى ايه ما اخدت غلوتين كده في التوابل اللحمة المفرومة اللي احنا عصجناها، هننزل بقى بمعلقتين من الصلصة يشموا النار كده برضو مع اللحمة زي ما انتم شايفين. وصفة سهلة جدا واكلة مختلفة وهتحبوها جدا، جربوها وهتدعولي ان شاء الله. هنقلب بقى كده الصلصة الاول عشان يعني تتشوح كده وايه ويطلع منها المواد الحافظة اللي فيها. وبعد كده بقى هنزل بنص كوباية من المية يغلوا مع بعض بقى كده ايه ويسبكوا، مش هتاخد وقت. اول ما تغلي وبتبتدي ان الصوص ده يتقل شوية هنطفي. تمام. نروح بقى ايه للخرشوف. هنا كان خلاص اخد لون وانا طفيت عليه وكان خلاص برد كمان. بصوا بقى هنا، بصوا شايفين شكل المفروم عامل ازاي؟ شكله بجد يتاكل كده من غير اي حاجة. هنيجي بقى ايه للحشوة. بصوا هنفضي بقى كده ايه
المفروم جوه الخرشوف. ممكن تفضيه بمعلقه، ممكن تفضيه بايديكي، مفيش مشكله. انا عاده بحشيه بايديا، بس انا عشان بصور بايد واحده وكمان الرينج لايت بتاعي اتكسر وما عنديش ستاند، فطبعا ماسكه التليفون بايدي التانية، فدي اسلم طريقه ان انا احشي الخرشوف بالمعلقه. لكن انا في العموم بحب اشتغل بايديا. تمام. بصوا بقى هنا بالمعلقه زي ما انتم شايفين، سهل جدا، وصفه تحفه بجد بجد يا جماعه. بصوا بقى اهو بالشكل ده. نروح بقى ايه، هكمله بقى مع نفسي ونروح بقى ايه للبشاميل. برضو هنا البشاميل عملته معلقه دقيق واحده بس، لان احنا مش عايزين كميه كبيره، احنا عايزين بس ايه طعم ولون، مش عايزين كميه كبيره. حطينا هنا معلقه زبده او معلقتين زيت، مش هتفرق، اهم حاجه يكون زيت طعمه حلو. بعد كده بعد ما حطيت معلقه الدقيق في الماده الدهنيه، اديله تقليبه كده تشويحه زي البشاميل العادي اللي احنا بنعمله. وبعد كده نزلت بنص كوبايه من اللبن، طبعا نص كوبايه حسب كميه الخرشوف اللي معايا. نزلت بنص كوبايه من اللبن، وبعدين كمان حطيت نص كوبايه من الزبادي. تمام كده. طبعا لو كميه كبيره بحط كوبايه زبادي كامله، علبه يعني. انا عاده بعمل البشاميل بالزبادي واللبن، بيديني طراوه حلوه جدا وطعم خيالي، وبيغنيني عن الجبن في البشاميل. تمام. هنا بقى جبنه بايركس كده يكون على مقاس الخرشوف، نزلنا فيه بشويه كده من البشاميل بتاعي. طبعا ان احنا البشاميل بتاعنا حطينا فيه التوابل المطلوبه، اللي هو ملح وفلفل اسود وبس، مش اكتر من كده. وبعد ما حطينا في الارضيه بتاعه البايركس البشاميل، هنرص بقى الخرشوف كده بالمنظر ده. تمام. او بعد كده بقى هنحط عليهم رشه كده من البشاميل، رشه بسيطه يعني زي ما انتم شايفين لون كده. هنيجي بقى ايه لاهم مرحله. انا هنا كنت يعني عندي فراخ مسلوقه، خدت كده قد كبشتين كده وقلبت فيهم معلقه من الصلصه. وهعمل ايه بقى، هحطهم كده في ارضيه البايركس، وشويه كده ايه نقط كده يعني ايه من صوص الشوربه، من الصوص الاحمر على وش البشاميل، يديني لون حلو جدا اهو. بصوا كده. طبعا لو ما عندكيش شوربه ممكن تجيبي قالب ماجي وتقلبيه في شويه ميه وتعملي بيه نفس الخطوه دي. هنا انا كنت خلصت وحطيت كمان على الوش، طبعا الحته دي انا ما كنتش يعني، في هنا خطوه ما اتصورتش. حطيت على الوش بعد الصلصه، حطيت جبنه، اي نوع جبنه انت عايزاه. انا حطيت برميزون ودخلتها الفرن على درجه حراره متوسطه، وكمان غطيتها شويه، يعني غطيت البايركس شويه قد 10 دقايق كده، يعني غلي غلوتين. وبعد كده شلت الغطا الفويل من عليها وسبتها ايه تاخد لون، ولعت لها الشوايه وسبتها تاخد لون. تمام كده. هنا بقى ايه الكفته معايا. هنا بقى ايه ريحان زي ما انتم شايفين، معايا فلفل اسود، معايا خلطه بهارات لحمه، ومعايا ملح، ومعايا بهارات الكفته، وكمان ده بقدونس مفروم وفصين توم مفرومين فريش. ممكن ما عندكيش توم فريش او مش حباه ممكن تحطي بصل وتوم باودر، طبعا احنا حاطين البصل من اول الفيديو. هنبتدي بقى نقلب كده الكميه بتاعتنا ونقلب الكفته كويس عشان كله ايه ياخد التوابل والبصل وكل حاجه بقى ده شكلها معايا. طبعا انا بحب اشتغل بايدي زي ما انتم شايفين، واهم حاجه ضوافرك كده قصيره ضوافر، وكمان ايدك نظيفه، واشتغلي بايديكي براحتك خالص. تمام. عشان كده انا بحب اشتغل بايديا، طول ما انا واثقه من نظافه ايديا اشتغل بايدي براحتك جدا. كورت بقى ايه الكفته كلها جنبي كده على الرخامه، وابتديت بقى ان انا نفس الطاسه اللي كنت بحمر فيها الخرشوف، طبعا غيرت الزيت. تمام. بس نفس الطاسه يعني غسلتها ورجعتها تاني. بصوا بقى انا هنا كنت حمرت الكميه كلها بتاعه الكفته عشان ما اطولش عليكم الفيديو. حمرت الكميه كلها وده اللي انا طلعته، ولسه بقى ايه فاضل ايه الشويه اللي انتوا شفتوهم دلوقتي في الطاسه. نفس مكان الكفته بقى، هو نفس المكان بتاع الكفته، هو شايفينه عامل ازاي اللي واقع في الزيت ده بصل وخضره من الكفته. هنزل بقى في الزيت ده مكان الكفته بفصين من الثوم المفرومين، واول كده قبل ما ياخدوا لون، اول ما ريحتهم تطلع في الزيت
اروح نازله عليهم بمعلقتين حلوين كده من الصلصه وعصير طماطم فريش، وهنزل بمعلقه فلفل اسود صغيره ومعلقه بهارات صغيره وشويه ملح، مش اكتر من كده، لان الزيت ده متبهر من الكفته، وكمان الكفته متبهره. ده الصوص الاحمر اللي احنا هنحطه على الكفته. اهي دي كميه الكفته بتاعتي بعد ما اتحمرت، حطيتها برضو في بايركس اهو. بصوا، وهنزل بقى ايه بالصلصه كده على الوش. وطبعا ما تنسوش يا جماعه الريحان المفروم، عايزه تحطيه اخضر عايزه تحطيه ناشف مفيش مشكله، بس الريحان بيديني ريحه وتيست حلو جدا. دخلتها الفرن على درجه حراره متوسطه وغطيتها برضو، اول ما غليت غلوتين كشفت الغطا، وده بقى شكلها معايا. وهنحط على الوش كده خضره بقى، ريحان، كزبره. وبهنا يبقى كده الفيديو بتاعنا خلص، وادي شكل الخرشوف والكفته. وجربوا وصفاتي وان شاء الله هتعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.